مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شهر رمضان مبارك يا ربي على الجميع. فيديو جديد. اليوم راح نسوي تمرية او حلا تمر اللي موجود بكل سفرة عراقية. لازم اكو تمر ولبن بالسفرة العراقية. طبق سهل ولذيذ. كل اللي نحتاجه تمر منزوع النواي، لازم نفلسه بايدينا، او اكو حاليا دا يبيعون اكو منزوع النواي. بطاوة على النار بملعقة زيت او مكعب زبدة حسب اللي متوفر. راح نسهيه ونضيف له هيل، بس هيل مطحون، راح يصير كأنه ما عجينة. راح نبدي نشكل بإيدينا، نفتحها بإيدينا. طبعا التشكيل مالته كلش سهل. ونحشيه بالفستق، هذا فستق سوداني. وأول طبقة من يمها دحرجتهم بالسمسم المسهى. هاي مثل ما تشوفون تنفتح بكل سهولة. ندحرجها بالإيدين وبالسمسم وكلش طيبة ولذيذة. الطبقة الثانية لا راح نسويها بالفستق الحلبي، طبعا إضافة كلش طيبة وقيمة غذائية كلش عالية. هماتين تنفتح بكل سهولة بالإيدين. وهذه الفستق الحلبي هنا قبل نبرشه دحرجنا لكل الكرة مالت التمر بيها. طعم لذيذ، سفرة ما تكتمل إذا ماكو تمر بالموضوع. كلش طيب وكلش تحب الأسرة العراقية بصورة عامة. هنا بالمبروش وهذا شكله إضافة جميلة، غني بالفيتامينات. طبعا تمر كلش طيب كلش لذيذ. أتمنى يعجبكم، وأتمنى تعجبكم الفيديوهات. لا تنسوني بالتعليق الحلو واللايك.